يا اهلا اسماعيل. الله يبارك فيكم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. هلا بالشيخ، حياك الله. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بداية نشكر لجنة الصلح العام برئاسة شيخنا أبي صهيب وشيخنا الشيخ علي جاسم وكل الإخوة الذين ساهموا وشاركوا في كل كلمة قالوها في مجال الصلح. والشكر أيضا موصول لإخوتنا أهل الشام، أهل مخيم دير بلوط، على قبولهم الصلح واستقبالهم لنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما إخوة متحابين على سرر متقابلين في الدنيا والآخرة إن شاء الله. الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. والله يعني بعد كلام الشيخ الله يكرمك يا اخي. كلام لكن إذا بدنا نشكر يكون في شكر حقيقي الشكر لله عز وجل. هو الذي طوع قلوب الطرفين لأنهم يقبلوا الصلح ان شاء الله ويحقق أمر الله عز وجل في إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. ترى يا إخواني شباب مجلس الصلح ما كانوا ليستطيعوا أن يحققوا هذا الصلح إلا توفيق الله عز وجل ورغبة الطرفين في تحقيق هذا الصلح. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. بقدر الحق ولا تتجاوز فوق الحق كلمة. وإن كان أحدنا يريد أن يتملق بالكلام من أجل أن يثبت باطلا ويلبسه لبوس الحق، فالباطل عمره ما كان حقا. لا اله الا الله. فيا أخوان أهلا جرى، اليوم أنتم يعني في دم في الموضوع، ودم شاب مهجر ترك أيتام، ترك أرملة، ترك إخوة مجروحين. ما توصلنا مع الطيبين من الأطراف إلى الصلح إلا بشق الأنفس حقيقة. يعني كان عندما يتكلمون كلمة الصلح يتشنج الناس كلها تتشنج. في اليوم بفضل الله يعني بعض ضغوطات إنه خلاص هدي شوي الناس هديت، فقبلوا إنه يجلسوا جلسة الصلح. هاي الجلسة اللي إحنا الآن موجودين فيها. بفضل الله. السلام عليكم. تفضلوا يا اهلا وسهلا. تفضل يا اهلا وسهلا. وعلي بدنا غيره، وعلي بدنا نقعد عند جراوي مع شامي بعد اذنكم. تفضلوا. بالضبط. عدوا الجلسه بس بعد تفضل شيخ محمود. تفضل.